كعادة الأطباء الكبار الذين برعوا في الكتابة وفن الرواية، بدأ ضيف اللقاء طبيبا شابا في مستشفى للعزل أيام كورونا، ثم بدأ الإنتاج الأدبي يتدفق. مع ضيف اللقاء الكاتب الواعد والطبيب الشاب الدكتور سيد زهران. سألتك انت مصري تقولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري تقولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليه وكل مصر الله عليه وكل مصر الله عليه. كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، ولقاء يتجدد مع حضراتكم ولاد البلد على الفضائية المصرية. بيسعدنا أن يكون معنا نموذج شاب ناجح في مجالين من المجالات المهمة جدا، الطب والقراءة والكتابة والتأليف، الدكتور سيد زهران. أهلا بك يا دكتور سيد، وسعداء بوجودك معنا في ولاد البلد على الفضائية المصرية. اهلا بيك يا استاذ خالد وبكل مشاهدينك. بنبدأ معاك وبدايتنا الغير تقليدية، لأن احنا أمام نموذج شاب اختار الدخول لكلية من كليات القمة هي كلية الطب بإرادته، ثم عشق مهنة الكتابة والكتابة العلمية التاريخية، أو حتى من خلال ما سنتطرق إليه نجدك أنك تضفر المعلومات التاريخية والعلمية في كتاباتك. ولكن خلينا نبدأ من الأول، من أول مرحلة اختيارك لدخول كلية الطب. دخلت كليه الطب طبعا عشان انا جبت مجموع كبير، ففي الفتره دي انا كنت بحاول اختار ما بين كليه اعلام القاهره وما بين كليه الطب عشان الميول الأدبية. انا دايما كان جوايا الرغبه الملحه في موضوع الادب، لكن في النهايه انا دخلت كليه الطب، لكن ظلت الرغبه دي بتفرض نفسها عليا طول الوقت لحد ما لقت لها بقى مسار للخروج. قبل المرحلة الجامعية يعني هل كان الميول ظاهرة؟ هل كان ليه كتابات؟ هل زي ما كنا بنتكلم في أيام الابتدائي وإعدادي وثانوي كنت مهتم بالخطابة بمجلات الحائط، ولا كانت الرغبة كامنة جواك؟ هو طبعا التكوين الفني لأي حد بيبدو بعد كده ان هو مبدع، بيبدأ طبعا بشكل يعني غير واضح من الصغر. يعني بيبدأ مثلا من حتة ان انت بتحاول تقرا، تحاول تمارس اي فعل هروبي. يعني لان انا بالنسبة لي القراءة تعتبر فن من الفنون الهروبية، يعني انك مش متحمل الواقع شوية، او الواقع ده فيه شوية قسوة عليك، فانت بتلجأ إجابات عن أسئلة كتيرة ملحة في دماغك، فبتحاول تمارس أي حاجة هروبية. فكان بالنسبة لي بدأ ده من إعدادي. يعني أنا بدأت أقرأ بشكل ناهم جدا أكتر من اللي حواليا، لحد ما بدأ يظهر الموضوع ده معايا في ثانوي، أو تحديدا في ثالثة ثانوي. ابتديت امسك القلم بشكل لا ارادي كده، وابتديت اكتب قصص قصيره، واكتب يعني ممكن كنت اكتب عمل مش قصير بس ما يرتقيش ان انا اسميه روايه. لحد ما دخلت الكليه فبدات امارس ده من خلال الاسر، من خلال مجلات الحائط، المجلات الدوريه اللي بتظهر طول الوقت في كليه الطب يعني، لحد ما بدأ يحصل تطور. وكتبت بقى العمل الكبير، وبدأت الفكرة دي تكبر في دماغي قوي لحد ما خلاص أنا عايز أخرج. في مرحلة التكوين وقبل الانطلاق للكتابة أكيد لازم يكون عندي خلفية معرفية. هل كان ليك قراءات قبل ما تنطلق وتكتب؟ وقراءتك كانت في أي مجال؟ انا زي ما قلت لحضرتك، يعني انا جبتها يعني زي ما بيقولوا كده من الباك اريا، يعني من الحاجات اللي هي الصغيره قوي. الاستاذ محمود سالم، انتقلت بقى للدكتور نبيل فاروق والاستاذ شريف شوقي والاستاذ خالد الصفتي، وبعد كده دخل بقى الاسطوره الكبيره العراب بتاعنا الدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه.
دخل حسيت معاه ان انا متشبع جدا، يعني زي ما تكون احتفظ بيا طويلا جدا. بتحب تقرا للدكتور احمد خالد توفيق؟ طبعا. هو انا حسيت ان هو بيديني وجبه دسمه ومش يعني لدرجه الشبع، يعني اللي هو ان انا ما بقتش حاسس ان انا عايز اخرج من الحته دي. طبعا كان ليا قراءات كتيره جدا متنوعه، بس تقدر تقول الوجبه الرئيسيه بالنسبه لي كانت اصبحت هي الدكتور احمد خالد توفيق. كان في اي مرحله في سنيه دي؟ لحد كان الان. قبل التخرج ولا بعد التخرج؟ لحد الان يعني من اول، بص يعني هقول لك يعني من الاعدادي، من نهايه اعدادي كده حتى هذه اللحظه. انا في بعض الاعداد انا ما قراتهاش للدكتور نبيل والدكتور احمد، مش عايز اقراها، زي ما تكون عندي دايما احساس ان انا عايز اتني في حاجه ما قراتهاش. قبل ما نطلع للتقرير بتاعنا، نوعيه الكتب اللي بتحب تقراها، يعني لسه احنا ما جيناش لمرحله كتاباتك، لكن ايه القراءات اللي انت بتكون ناهم فيها؟ هل بتحب القراءه التاريخيه، تقرا تاريخ ولا جغرافيا ولا قراءه علميه؟ انا ليا مشروع بشتغل عليه دايما، مشروع ادبي. انا كل مرحله كان لها الشغف بتاعها، يعني انا في المرحله اللي انا فيها دلوقتي دي مهتم جدا بالتاريخ واربطه بالخيال العلمي. حلو. طيب هكمل معاك، ولكن خلينا اطلع لتقرير نسال ولاد بلدنا الطيبين، ولاد البلد، نسالهم كل واحد بيكون ليه رغبه في قراءه نوعيه معينه من الكتب. ايه النوعيه اللي بتحب تقراها؟ هل بتحب تقرا تاريخ، جغرافيا، تاريخ علمي، خيال، هندسه؟ ونرجع نكمل تاني مع ضيفنا اللي بيشرفنا في هذا اللقاء. بحب اقرا كتب التاريخ عشان بعرف منها تاريخي. انا احب اقرا الكتب التاريخيه، وليه؟ لان عشان اعرف تاريخنا. انما الروايات برضو بتخليك تجرب حاجات انت اصلا ممكن ما جربتهاش، فدي حاجه مميزه تخليك تعيش تجارب حلوه. بنقرا كتب تاريخيه بناخد منها تفاصيل عن تاريخنا وعن الحياه عموما يعني. احب اقرا كتب تاريخيه عشان خاطر اعرف التاريخ واعرف، وانا بحب التاريخ جدا. وانا احب اقرا الروايات لان الكتاب ليهم خيال خاص. اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ومعاكم بنكمل رحله ومسيره الطبيب الشاب والمؤلف سيد زهران. برحب بيك مره تاني. اهلا بيك استاذ خالد. بنكمل بقى رحلتك، وبنقول اول بدايات الكتابه الحقيقيه ليك كانت في شكل ايه؟ يعني اول اصدار ليك او اول حاجه تقدر تقول ان انا ليا مؤلف في المجال الفلاني. في شهر 12 2018 صدر ليا كتاب اسمه البرزخ وكتاب اسمه الحديقة السوداء، والعددين دول صدروا في معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 2019 يناير، في نسخته يناير 2019. والناس كلها فضلت كامن ورحت طالع باصدارين مرة واحدة. هو الدكتور نبيل والدكتور احمد خالد توفيق هم اصحاب الفضل الاول والاخير في ان ده يبقوا يعني سلسلة ويخرجوا للنور بالشكل اللي انا شفته في الوقت ده. معرض الكتاب دي الناس كلها كانت فاكراه يعني نسخة 2019 دي، لان دي كانت اخر نسخة معرض في ارض المعارض. في مدينة نصر قبل انتقالها قبل ما تروح طبعا التجمع. فانا كان ليا نصيب، حسيت ان دي ترضيه يعني ليا بشكل شخصي، لان انا كنت دايما بحلم ان انا يبقى ليا مطبوعه في ارض المعرض، لان انا تقريبا كنت قبلها مثلا من 15 ل 20 سنه كنت بزور المعرض. صحيح. كل سنه، كقارئ كمتابع، فكل سنه كنت اروح وشايل الحلم ده في اخر يوم لحد ما ربنا اراد. قول لي احساسك، وصف لي اللحظه دي لما دخلت معرض الكتاب المره دي او السنه دي اللي هي 2019، وانت مش رايح كمتابع او زائر او تسمع الندوات، لا ده انت رايح ولك اصدارين في هذا المعرض الجميل. انا عمري ما هنسى لحظه ان الدكتور نبيل فاروق الله يرحمه دخل لي الدار في الوقت ده وقال لي مبروك يا سيد، وسلم عليا واديته النسخ، وحتى يعني تواصلت معاه لحد ما وصل لعربيته بره ولقيته قال لي الجمله دي مش قادر انساها لحد دلوقتي. حسيت ان هو بيسلم عليا وبيقول لي كمل، يعني اللحظه دي انا مش قادر انساها دلوقتي يعني. واضح طبعا تاثرك بالشخصيتين العظام، الدكتور نبيل فاروق والدكتور احمد خالد توفيق، لانهم كان لهم كمان تاثير على قرائهم. جيل كتير او جيل كبير من الشباب كان متاثرين بكتاباتهم تاثير كبير جدا. الدكتور احمد والدكتور نبيل انا حاسس انهم ربوني يعني، أو
مش قادر اطلع من العبايه دي ومش عايز اطلع. حابب انا انت حابب عايز اكمل في المنطقه دي للنهايه، لان انا حاسس ان انا مرتبط عاطفيا بالموضوع ده اكتر من اي حد تاني. صحيح. يمكن انت ذكرت 2 من الكتاب اللي هم مهتمين بالكتابه للشباب. هل الكتابه للشباب بتحتاج اسلوب معين او طريقه معينه؟ هو كان طبعا في تصنيف خارجي اسمه اليونج ادلت او الناشئين. ايوه. ودي بتبقى ادب الناشئين. ودي بتبقى اللي بره بيسموه كده يونج ادلت. وده حتى كمان في ميديا وفي افلام، في يعني بيهتموا الشريحه دي بره مصنفه لها اسم. احنا ممكن نكون بنسميها ادب الشباب او بدايه الشباب. ايه سماتها؟ سمات الكتابه دي؟ الدكتور نبيل فاروق طبعا كتاباته مرت بمراحل نضج كتيره جدا. كتاباته تصلح لكل الاعمار طبعا، بس الميزه اللي كانت في كتب الدكتور نبيل فاروق تحديدا اكتر من الدكتور احمد خالد توفيق، يعني لان الدكتور احمد خالد كل واحد اعمق شويه. الدكتور نبيل كان بيستخدم دايما مفردات سهله. انا ادعي انه له بعض الاكسبريشن هو محتكرها، هو اللي ابتكرها. ما تدينا امثله؟ زي مثلا زوى ما بين حاجبيه، تمتمه، غمغمه. الحاجات الالفاظ دي تعتبر احنا بقينا نستخدمها حتى بشكل حتمي في لغتنا، يعني في الكتابه. هو فارض نفسه علينا طول الوقت في العبارات دي، عبارات القول يعني، او العبارات اللي بتسبق الجمله الكلاميه. فالدكتور نبيل كان بارع جدا في الادب ده، لدرجه ان هو فعلا ربى جيل كامل، والجيل الكامل ده استطاع الاحتفاظ بيه طويلا لفتره طويله جدا لحد ما كبروا وبقوا يورثوا ده لاولادهم. فالدكتور نبيل يعتبر حاله جيل او اكتر من جيلين 3 اتربوا على بطل رواياته الشهير. دكتور نبيل ودكتور احمد هم برعوا في ده تماما، اللي هو يقدموا الوجبه دي لشريحه اليونج ادلت دي. صحيح. من خلال استخدام المفردات السهله المباشره، سهل الممتنع زي ما الناس بتقول. سهل الممتنع. مهم جدا يكون عندنا نماذج من الكتاب الكبار اللي هم اسلوب معين نتربى عليهم، يكون لهم تاثير على النشء كبير جدا. مهم جدا يكون عندنا قدوه اعزائي المشاهدين نتربى عليها، وخاصه في مجال الروايه والكتابه العلميه والكتابه التاريخيه. فاصل ونعود لنستكمل لقاءنا. دون أحلامك حققها، دون لون طعم الأيام، دون لحظة بلحظة لحقها قبل ما تفوت وتعدي أوام. دون ارسم لون في وشوش الناس حكايات وحروف. ارسم لون بين الصفحات، تفهم وتشوف عواجيز وعيال وشباب وبنات. دون حكايات في قلوب الناس، سيب بصمة تعيش لسنين وسنين. دون أفكار حرة وإحساس. دون ارسم لون في وشوش الناس حكايات وحروف. دون ارسم لون بين الصفحات، تفهم وتشوف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. بنكمل حديثنا مع الطبيب الشاب والكاتب المميز اللي بنتوقع له ان شاء الله نجاحات في الفتره القادمه، دكتور سيد زهران. دكتور سيد، بنقول ان انت واخد خط كده زي قدوتك الدكتور نبيل فاروق او الدكتور احمد خالد توفيق. الدكتور نبيل فاروق كان في شخصيه محوريه في اغلب رواياته، سلسله رجل المستحيل، ادهم صبري رجل المخابرات العامه المصريه اللي بيخدم بلده وبيحافظ على الامن القومي المصري. انت واخد في سلسله كتاباتك شخصيه اخرى اطلقت عليها اسم طارق عبد الملك، ومطلعه في رواياتك انه رجل مصاب بالوسواس القهري. وهل يعني اختيارك لهذا المرض بالتحديد له علاقة بخلفيتك كدراسة طب؟ واشمعنى طارق عبد الملك؟ هو الاسم هل ليه دلالة؟ جالي كده بشكل تلقائي، يعني انا
ما بحبش الاسماء المتعمده مثلا اللي ممكن تلاقيها في اي عمل او في فيلم. يعني مثلا لما تلاقي حد كده بيسمي مثلا عاصم الشنواني، تحس كده ان الاسم متعمد، يعني مقصود، مش طبيعي. فانا حسيت في الاسم ده ان هو حد طبيعي. وانا هل ده اسم مر في حياتك ولا انت اخترعته؟ طبعا لازم طبعا ليه. مر في حياتي طبعا. انا كلمه وسواس قهري دي كلمه كبيره جدا. صحيح. يعني مش انا ما بصنفوش على انه نقول لي عنده الارتياب ايوه شويه، شك. الصفه دي هي موجوده بدرجه ما عند الناس كلها، بس اللي هي لما اي بس صفه تختلف درجتها. أيوة، من واحد لواحد. لما الدرجه دي بتزيد ممكن نوصل للدرجه المرضيه. وطارق من النوع الحساس زياده عن اللزوم، بيرتبط طول الوقت بالاشياء، عنده تذبذب. على فكره معلش المقاطعه، الاشخاص الحساسين ده طبيا بقى من خلال بقى خبراتي وقراءاتي، الاشخاص الحساسين جدا هم اقرب الاشخاص للاصابه بامراض الارتياب والشك والوسواس القهري. ما هو طارق صح كده ولا لا؟ طبعا يعني طارق يعتبر درجه مقبوله أيوة. من الوسواس القهري، مش اللي بتؤدي الى الاستياء او النفور من دايره تاثيره. يعني بيرتبط بالاشياء، عنده تذبذب انفعالي، بيتاثر بالبيئه المحيطه بيه طول الوقت. وانا لقيت الصفات دي موجوده عند غالبيه المصريين، خاصه شريحه الفتيات. يعني هتلاقي الموضوع ده زياده شويه فيهم. فانا حسيت ان هو نموذج معبر عن الغالبيه بدرجه ما. فده خلاني حطيت خط بقى تحت الشخصيه دي، وحسيت ان هي تصلح ل انها تكون شخصيه محوريه، اقدر من خلالها احكي كل مره عن شخصيه ما. انا بكتب يعني في منطقه كده اسمها الادب النفسي، يعني مختار في كل عدد شخصيه اتكلم عنها، شخصيه ملحه. انت ما بتروح البيت دايما كده بتلاقي نفسك شخصيه من اختراعك، من تخيلك، ولا شخصيه حقيقيه؟ الاثنين. بمعنى ان انت كلنا لما بنروح بيوتنا بتلاقي في نفسك بتفكر في حد كده بشكل ملح جدا بدون سبب. ليه؟ الشخص ده غالبا بيبقى عنده بصمه نفسيه واضحه بتؤرقك. ف طارق وجد وسيله انه يفرغ كل ده في نوته صغيره كده سماها اوغاد في حياتي. يعني بقى يجيب الشخصيه دي يتكلم عنها او يذكرها شويه، ودي كانت وسيله التفريغ بتاعته عشان يشعر بالارتياح. يعني وده كان بيبقى حل بالنسبه له، عشان الشخصيات اللي بتطارده دي او الشخصيات الملحه اللي بتفرض نفسها عليه طول الوقت، اللي دايما تخطر على باله كده باللفظ بدون سبب. ايوه بدون سبب. فبدات اتخذ بقى الفكره دي كركيزه لان انا اقدم محتوى. فبقيت اجيب شخصيه محوريه تصلح انها تكون عمود رئيسي للروايه، وابتديت اتكلم عنها بكل تفاصيلها من خلال عمل ومن خلال فكره. ممكن تكون الفكره دي اي حاجه. تطرقت لده في العدد الاولاني خالص، ناقشت فكره اول اصدار الارتباط، انك ازاي تكون مرتبط بحد لدرجه كبيره جدا، متعلق، وازاي ممكن وكل القصص دي من خلال طارق عبد الملك. بيحكي الروايه، بيحكي روايته وبيحكي الاشخاص مع شخص ما كان مؤثر لدرجه انه عايز يطرح الفكره دي. العدد الثاني الحديقه السوداء برضو ناقشت فكره الفقد، ازاي تفقد حد مهم جدا عليك. العدد الثالث اركان ناقشت فيه شخصيه عاصفه، فتاه صعبه القياده، ازاي دي بتعصي. يعني كل مره بقدم حاجه ممكن تكون انت محتاج. الشخصيه صعبه القياده دي هل عالجت في الروايه بتاعتك او كتابتك كيفيه ترويضها؟ الشخصيات دي ترويض النمره يعني مثلا. يعني الشخصيات دي بتبقى لا تروض، لان ما فيش قاعده ثابته في التعامل. كل الموضوع ان انا بكشفها، بطرحها بشكل عام، وانت تاخد طريقه الحل من خلال حياتك انت كقارئ. انت كحياه. لان انا هو دور الروائي او الاديب انه بيصيغ عبارات كتيره قوي زحمه في مفتاح صغير، او عباره افتتاحيه صغيره بيديها لك كهديه، انك تحاول تفهم من خلال ده. انا تاخد خبره سابقه بشكل استباقي قبل انت ما تاخد التجربه دي، او يمكن تكون بتاخدها، بس في النهايه يعني كل عمل بتختار شخصيه لها سمه معينه بتلح على طارق عبد الملك اللي هو بطل الاعمال بتاعتك من وتدور الاحداث من الحياه. بس لازم شخصيه تكون متميزه، عندها بصمه نفسيه. يعني حد يصلح لا يصيبك بالملل وانت بتقرا، كاريزما يعني. عالجت ده برضو في عمل اسمه سوان. ناقشت فكره الفتاه الضعيفه اللي ممكن خلينا نبدا من اسم العمل. طيب لماذا سوان؟
هل ليه مدلول عندك او تقصد بيه معنى معين؟ انا كنت حابب الاسم ده لان هو في اسطوره كده البجعه البيضاء المصري عشان البجعه البيضاء أيوة. والبجعه السوداء. فالبنت دي هي طول في العمل كله احنا ممكن من خلال القسوه اللي بنمارسها مع بعض طول الوقت، ممكن من خلال كلمه، من خلال لفظ احنا بنعتبره عادي جدا ممكن يكون قاسي على المتلقي اللي قدامك ويمرضه نفسيا. فالبنت دي كانت بالضعف بمكان انها وصلت للمرض النفسي دي من خلال الممارسات البسيطه اللي بتمارس عليها من البيئه المحيطه بيها، اللي هو بنسميه دلوقتي التنمر. اللفظ اللي البشريه وصلت بقى التنمر. هو طبعا لفظ قديم ولفظ مستخدم طول الوقت في تراثنا، بس هي اتحط ما بين قوسين سياقته جه حد حط تحته خط فواضح جدا بقى. فالبنت دي وصلت لكده وده طبعا مهم جدا. ففيه فتيات كتيره جدا تعلقوا بالعمل ده، يعني ده انا بعتبره عدد نسائي شويه، يعني الفتيات هم اللي يمكن بيحبوا الكتاب ده اكتر، بيلاقوا نفسهم فيه اكتر، وده بيخليهم يستقوا يعني عشان ما يخوضوش نفس المسار ويوصلوا لنفس الريزلت ونفس النتائج. بس على فكره انت بتعالجه من ناحيه الفتيات، لكن التنمر بيمارس على الفتاه وعلى الرجل، على الشاب، يعني انا اقصد ان انا على الجنسين. اقصد ان انا استخدمت في المحتوى ده بنت كنموذج، لانها طبعا كنموذج ضعف، كنموذج اصابه المرض في الوقت ده. طب خلينا اكمل معاك بس بعد ما نطلع لولاد بلدنا الطيبين، وهناخد من اخر كلامك يعني اللي انت عالجته في عمل من اعمالك يمكن الاصدار الرابع اللي هو التنمر، ونسال ولاد بلدنا الطيبين عن كيفيه نظرتهم للتنمر، وازاي ان المتنمر ده المجتمع هو اللي في الأول لازم يعاقبه أو يقوله كده غلط. ونرجع نكمل تاني مع ضيف اللقاء. نظرة المجتمع للمتنمر يجب ان احنا نواجه التنمر ده بشكل حازم جدا، لا يسخر قوم من قوم، والقرآن الكريم اشار الى هذه الجزئية بعدم التنمر. واحنا حضرتك بنواجه التنمر بكل الطرق، عشان التنمر ده حاجة مش كويسة وحاجة حرام. والله هو المتنمر ده شخص يعني المفروض احنا ناخد منه موقف وننبهه ان كده غلط، وما تبصش لغيرك في اللي ربنا مديهوله، يمكن ربنا واخد منه حاجه ومديله حاجه تانية. والانسان المتنمر اللي بيتنمر على الاخرين ده بيبقى انسان مريض اصلا، ويجب المجتمع اصلا يعالجه. اي مكان يعني من زميلتي من صاحبتي ممكن توجهني لا كده غلط كده ما ينفعش، مره في مره هتلاقي نفسها هي تصلحها. أهلا بحضراتكم والجزء الأخير من لقائنا مع الطبيب الشاب والروائي الواعد بإذن الله الدكتور سيد زهران. برحب بيك مرة تانية وثالثة، وبكمل معاك الخط اللي بيربط رواياتك من خلال البطل الرئيسي بتاعك طارق عبد الملك، واحنا كنا وقفنا عند الرواية اللي كنت بتعالج فيها سوان التنمر أو ظاهرة التنمر. يعني انت بتعالج برضو ظواهر اجتماعيه من خلال كتاباتك. هو الادب النفسي كده طول الوقت. انت واخد خط الادب النفسي. انا بحبه جدا يعني، وممكن اقدم اي محتوى بس في العبايه دي او في الوعاء ده. حلو. بحب اصب اي ممكن اثاره، ممكن مغامره، رحلات جاسوسيه، اي محتوى ممكن احطه. بس كتبت في الجاسوسيه بس في الوعاء ده. العمل اللي ان شاء الله صدر اخر عدد اسمه الثلج الاسود، وان شاء الله بمعهد القاهره الدولي في نسخته القادمه هيبقى فيه الكاردينال الجزء الثاني ان شاء الله. الكاردينال هيبقى هما جزئين ان شاء الله، يعني فيهم شق كبير جدا سياسي ومخابراتي. طبعا الكاردينال ده انت بتعني بيه ده هو رتبه دينيه مسيحيه. ايوه بس ده اسم حركي لضابط مخابرات. اوكي بس هو في اللفظ يعني أيوة الكاردينال ده رتبه كنسيه صح كده، بس ده اسم حركي عشان هو متخصص في العمل في الفاتيكان. فعشان كده الاسم الحركي ده اطلق عليه، يعني هو ضابط مخابرات. طب قبل ما نوصل للثلج الاسود والكاردينال كان في النص بعد سوان؟ لا هو على مباشره كان في 3 اجزاء اسمهم الدم الازرق والخليه ونيتروما. ال3 دول كانوا 3 اجزاء. وصادف ان هم يعني في خط واحد بيربطهم. هم 3 اجزاء روايه واحده بس صدروا في 3 اجزاء. هايل. صادف ان انا اصدرت النسخه الاولى للدم الازرق قبل ظاهره كوفيد، قبل ما تظهر يعني في شهر يناير. احنا واجهنا كورونا في شهر 4 و5 اول موجه.
وهي سبحان الله بتعالج فيروس متحور بيصيب الجهاز التنفسي وكأنك وبيسحب الاكسجين. كنت بتستشرف ماذا سيحدث. هي قيل هذا في الوقت ده. والجزئين التانيين صدروا اثناء الجائحه وبعد الجائحه. تعرضت للجائحه دي؟ انا تعرضت لها كمدير منشاه. انا كنت لسه هقول انت قبل ما تتعرض لها ككاتب، انت تعرضتها كمدير منشاه كانت لمدة سنتين. مستشفى عزل لمدة سنتين في المنوفيه يعني. أيوة. فانت مارستها عمليا، عشت العزل بشكل عملي، فيمكن ده اللي ساعدك لما تطلعه في شكل روائي بعد كده. انا يمكن هقول لك لفظ قاسي شويه، انا يمكن يعني ممكن اكون وصلت لدرجه من درجات الحرق النفسي خلال السنتين دول، لان انا كان مطلوب مني اكمل طول الوقت احساس المسؤوليه اللي كان جوايا، ان انا الخمس جوائح لحد يناير 21 الحمد لله انا قدرت اتجاوزهم باقل خسائر ممكنه. الحمد لله. قدمت خدمه يعني باقصى طاقه بالامكانيات المتاحه كلها، والحمد لله يعني هل استطعت. افادك وانت بتكتب الروايات السلسله؟ كان القصص دي كانت اتكتبت يعني. انا تقدر تقول كنت متفرغ في الوقت ده، لان المعرض اتلغى في الوقت ده واتعمل في الصيف كبديل، يعني اللي هو في شهر 6 أو 7 تقريبا حاجه كده في الوقت ده. لكن الفتره دي كانت فتره عصيبه، ما كانش عندنا رفاهيه حتى التفكير. صحيح. كان اليوم بيسلم لليوم بصعوبه شديده جدا. بس الازمه دي كشفت تكاتف مجتمعي غير طبيعي، بينت معدن بينت المواطن المصري، نوازع يعني إنسانية كتيرة قوي، والدولة يعني احنا كانت يعني منظومة رائعة بصراحة. صحيح. من كل الجوانب أنا اللي يمكن كنت مطلع عليها وشايفها طول الوقت. طبعا في جزء كبير من اللي أنا شفته الإنسان العادي ما شافوش، لكن أنا بلدنا فيها خير وستظل إلى قيام الساعة يعني. في رعاية ربانية لهذه البلد. ماذا يتمنى أن يكتب في الفترة القادمة الكاتب والروائي سيد زهران؟ بداية أنا عشان أجاوب السؤال ده أنا حابب أقول جملة مهمة جدا نفسي يعني أوثقها. أنا مش بسعى طول الوقت إن أنا أكون أفضل كاتب أو أحسن واحد، أنا بسعى طول الوقت إن أنا أكون مختلف. أنا هتنى ردد الجملة دي عشان أفكر نفسي بيها وأفكر كل اللي حواليا، عشان تبقى منهج إحنا ماشيين عليه. ما تقدمتش ما كانش عندك رغبة تتقدم في الفترة القادمة للجوائز المقدمة في الحقل الثقافي؟ الفكرة دي أنا حاسس إنها في مرحلة الانتشار لسه يعني لحد الآن، برغم من 4-5 سنين، بس حاسس إن أنا ما وصلتش للحظة دي. لان انا اي كاتب في الدنيا بيمر بمراحل نضج، بيمر برحله بحث عن اسلوب، فانا ما اعتقدش ان بدايه اول كتاب حتى الان ممكن يكونوا متشابهين في الاسلوب. فانا البدايه في 2018 اول اصدار، واحنا خلاص في اول 24 يعني داخلين في 5-6 سنين اهو. تقريبا تمام. من الانتاج الثقافي تقريبا. دايما الافضل لم يكتب. اي حد مبدع حتى هتساله السؤال ده هيجاوبك كده. ايه اللي بيشغل بالك اللي من دول وممكن يطلع في شكل عمل روائي؟ بصراحه شديده جدا نظريه المؤامره، يعني اللي هو اللي بيحصل حوالينا ده كله مش صدف يعني. تحس طول الوقت ان هناك منظومه ما او شيء ما بيدبر يعني، وده مش صدف. انا بشاركك الراي. انا مؤمن بالنظريه. في ناس كتير يقول لك لا تؤمن بنظريه المؤامره. لا، هو في مؤامره. الحياه عباره عن مؤامره ومؤامره مضاده يعني. وزي ما يكون فعلا في شيء غامض او خفي بيحرك هذه الاحداث، وكان زي ما قلنا من شويه بلدنا محروسه باذن الله. طبعا اللي انا بتعامل معاه على انه مشروع، ان من حق كل دوله انها يعني تهتم بمصلحه شعوبها بامنها القومي، وفي نفس الوقت تتجسس كمان على الاخرين، يعني ده حقها المشروع يعني. بس اهم حاجه ما تبقاش ضعيفه. دي فيصل يعني. ما دمنا ندافع عن امننا القومي ونحافظ على امننا القومي، فنتخذ كل الاجراءات التي تكفل هذه الامور وتكفل الامان لبلدنا والمواطنين. طبعا انا سعيد جدا بلقائك، بتمنى لك في الفتره القادمه انتاج ادبي غزير، وان تتقدم للحصول على جوائز الدوله في المجال الثقافي، ونلتقي بك بعد فتره وانت واخد جوائز كتيره جدا. بشكرك يا استاذ خالد، وبشكر البرنامج، وبشكر مخرجتنا الجميله الاستاذه مها، واتمنى طبعا ابقى اضيف عليكم تاني في اقرب وقت ان شاء الله. بالتوفيق دايما ان شاء الله. بشكرك جدا. ضيفنا في هذا اللقاء هو طبيب شاب وكاتب واعد باذن الله الدكتور سيد زهران، وعلى وعد بلقاء شخصيه اخرى وشخصيه من ولاد بلدنا الطيبين من خلال برنامجنا على الفضائيه المصريه. لكم مني ارق التحيات
واطيب الامنيات.